انتظار يا أحبة، انتظار، لا تملوا عاد، هذا نحن في انتظار. أيهما أفضل، أنت أم يزيد بن معاوية؟ أفضل مني يزيد طبعا، يزيد أفضل مني. نعم يزيد أفضل مني. وش الإشكال؟ انتهى السؤال؟ طيب خير إن شاء الله. طيب السؤال الثاني ممتاز، هات. لحظة يا أحبة، ننتظر السؤال إن شاء الله. أيهما أفضل، أنت أم علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام؟ علي بن أبي طالب طبعا أفضل مني. شو الإشكال في هذا الموضوع؟ رضي الله عنه وأرضاه. الآن سؤال المليون يا أحبة، انتظروا سؤال المليون. ادعوا لي، ادعوا لي بالتوفيق، الله يبارك فيكم، لا تحسدوني، ما عليكم، كل واحد يحصل $100. أيهما أفضل، علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام أم معاوية ويزيد؟ علي بن أبي طالب أفضل من معاوية ويزيد. وين الإشكال؟ كل سني يجيبك بهذا الجواب. اسأل، اسأل، اسأل أي سني. شو الإشكال في هذا يعني؟ علي بن أبي طالب أفضل من معاوية ومن يزيد. انتهى الحوار. ممتاز. طيب الآن تجيب على سؤال. حي الله حبيبنا البرهان، يا حي الله بالغالي، عساك طيب إن شاء الله. الآن بنسألك يا سيد فايز، لحظة أعمل مونتاج. مم. طيب وين راح؟ تعال تعال تعال، خلك منقط. ما قصر لي، نقطك أول بصراحة، جزاه الله خير. اي والله، خله يعمل مونتاج ويعمل شيء يعني بغض، يعني حتى نفتح موضوع. تقديسكم ليزيد، كيف قدسنا يزيد؟ يعني اشرح لنا نوعية التقديس الذي قدسه أهل السنة، وأين دليلك على أن أهل السنة قد قدسوا يزيد؟ في ماذا قدسوه؟ من هو أبو لبابة يصلي على يزيد؟ كيف؟ الله يصلي علي وعليك. هل تعلم أن هذا في كتاب الله؟ هل تعلم أن الله يصلي علي وعليك؟ ها؟ هل تعلم هذا الشيء؟ ومش الله بس فقط. مم. نعم بآية، أحسنت، أحسنت. نعم قوله سبحانه وتعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فهمت؟ الله سبحانه وتعالى. نعم. فالآن إيش إشكالك؟ يعني يزيد هو فقط؟ هل يصلي على القاتل أم يلعنه؟ بل نلعن القاتل. لكن يا فايز أنت الآن ألزمت نفسك بحق. ممتاز. نعم يلعن القاتل. فأنا أقول لك انتظر، انتظر، لا تتقفز. إيه؟ عندما نوقف عند نقطة يجب أن توقف معي هنا. هذه النقطة يجب أن توضحها وتكون واضحة لي ولك ولمن حضر في هذه الساعة وكان يستمع لي ويقرأ لك. الآن ما هو الدليل عندك بأن يزيد قد قتل الحسين؟ أنت ملزم، أنت تتهم، تدعي، فعليك بالبينة. ممتاز، عليك بالبينة أن يزيد هو من قتل الحسين. ونحن نقول: ألا إن لعنة الله وملائكته والناس أجمعين على من قتل الحسين أو مد يد في قتل الحسين أو من كان له مشاركة في قتل الحسين. إيه؟ إيه؟ هات الدليل، هات الدليل بأن يزيد قد قتل الحسين. كم أعطيك فرصة؟ كم نعطيك فرصة يا عمي؟ احنا ما خلصنا من قتل الحسين تدخل لي في واقعة الحرة. ما يصير الكلام هذا، انت تتخبط. يعني ما عندك دليل، فقفزت الى حادثة الحرة. ها يا ابن الحلال، انت جاي تناقش ولا جاي تفرض نقاش؟ ايش فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ايش طار؟
وعليكم السلام، حي الله عمي سبعوه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إيه، كيف حالك؟ عساك طيب. طيب بنحاول نرجعه. لحظة. أدمن. وش اسمه؟ فايز. ما هو موجود ولا رجعتوه؟ فايز فايز فايز. ما هو موجود، خرج. شلتوا عنا يا أحبة؟ لا لا لسه. أجيبه. إيه، رفعنا عنه الآن بيدخل. طيب. مرحبا وعودا حميدا بضيفنا الذي يتحدث ولا يسمع من مارك الطيفال الأصلي، لا يلصق أبدا أبدا. ممتاز. فالآن أنت الآن ادعيت بتهمة، فنحن نطالب أو لنا حق عليك أن نطالبك بالبينة. ممتاز. حتى هذا الوقت إن شاء الله نسمع حبيبنا الغالي البرهان يا فايز، وهذا إلزام عليك. ممتاز. عليك أن تأتي به. تفضل شيخنا، الله يبارك فيك. أفضل، تبارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. هل يوجد صوت؟ إذا في صوت أعطوني الرقم 1 تيمنا بأن الله واحد. حياكم الله جميعا، جزاك الله خير يا سني يمني. حياك الله بياك، وحيا الله أبو طارق، وحيا الله سبع، وحيا الله أخي رشيد، وحيا الله فيصل، وحيا الله كل ببنت عمر، كل بنكي. جمعنا الله وإياكم. وأبو مرعي جمعنا الله وإياكم في جنات النعيم كما جمعنا في هذه الغرفة المباركة يا رب العالمين. بارك الله في الجميع. يجوز الصلاة. ليش تحب يزيد يا أخي؟ كلام الإمام أحمد واضح، وكلام شيخ الإسلام بن تيمية. لا نحبه ولا نسبه. ويزيد ما نكفره، ما نقول أنه كافر، ما يجوز تكفيره، ووجب الترحم على المسلم. بس هذا الإشكالية اللي عندك. طيب سوف أسألك سؤال، سألتك بالله. لا لا، ما اعترض على الصلاة عليه. النبي قال، بوب البخاري بابا كامل في يجوز، هو مسلم نعم، في جواز الصلاة على أي مسلم. هو مسلم لم يخرج من دائرة الإسلام. هو مسلم لم يخرج من دائرة الإسلام. اي نعم. لا، قلنا لك منهج أهل السنة، لا نحبه ولا نسبه. يزيد نقول أمره إلى الله. لكن أنا أريد منك أمر. لا، لم يثبت أن يزيد من أمر بالقتل. هل أنت شيعي مخالف وشأني؟ حلوا عني. جعلتموه قسيم الجنة والنار، وجعلتموه إله. ما ساويته بالنبي، ساويته بالله، وجعلته أفضل من الأنبياء. أنا أريد يأخذ مايك ولكنه جبان. طيب سيدة نساء أهل الجنة، هذا الحديث عندنا ولا عندكم؟ ها؟ الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. من الراوي؟ سيدة نساء العالمين. الراوي عائشة. عائشة رضي الله عنها. وهذا ما يصح عندكم. ما عندكم أي حديث للنبي عليه الصلاة والسلام متصل السند. هذا عندنا الإلزام من كتبكم. هل عائشة كانت تبغض فاطمة؟
مؤكد تبغضها. إذن لماذا روت هذا؟ قالت أن رسول الله قال أن فاطمة سيدة نساء العالمين. لماذا وهي تبغضها؟ ما عندك عقل أنت؟ أنا إذا أبغض أحد هل سوف أقول قال فيه النبي كذا وكذا ولا أسكت؟ لا، انتظر، تونا ما وصلنا حديث الكساء. ها؟ يا فايز تسمعني؟ واحدة واحدة. هل تريد الانتصال؟ تريد أن تنتصر يعني؟ ولا تريد الحق؟ تريد الحق؟ طيب، إذا كانت عائشة رضي الله تبغض فاطمة، لماذا تنقل هذه الفضيلة؟ لو سكتت أمنا عائشة هل سيعرفون الناس هذا الفضل؟ لو كانت تبغضها لسكتت، لو كانت تبغضها لسكتت. لا، ما نقلت هذا الحديث. هذا حديث الكساء تقصد، أما هذا الحديث تفردت فيه عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، أمنا نحن. وما الفرق؟ الفرق لو كان في قلب عائشة على فاطمة شيء لسكتت وما نقلت هذا الحديث. حديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه، من نقل هذا الحديث؟ تعرف من الصحابة الذي نقلوه؟ نقله أبو بكر رضي الله عنه، ونقله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونقله عبد الله بن عمر رضي الله عنه. لو كانوا يبغضون علي سوف ينقلون هذا؟ شتتك، الله المستعان. أسأل الله لك الهداية، وإني لك من الناصحين يا فايز. اتق الله، اتق الله، أسأل الله لك الهداية. أنا أعطيك أخونا سني يمني يكمل معك، لكن والله إن نريد لك الهداية ونريد لك الخير. الصحابة ما كان بينهم بغضاء، ما كانوا يبغضون بعضهم بعض. حتى الإمام علي لم يبغض أبو بكر وعمر، ولم يكفرهم، ولم يقل عنهم منافقين. آمين، الله يهدينا جميعا. قل آمين يا فايز. اللهم أرنا الحق حقا قل وارزقنا اتباعه يا رب العالمين، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لكن في أمور واضحة مثل الشمس. لو الشخص الآن، لو عمر بن الخطاب يكره الإمام علي بن أبي طالب، هل سوف يقول لولا علي لهلك عمر؟ لو كان في قلبه غل على علي بن أبي طالب، هل سوف يقول لولا علي لهلك عمر؟ اتق الله يا فايز، ورتب أوراقك واجلس مع نفسك. هو هالك هالك سواء قال أو... أنا أقول لك الآن أنا أكلمك بالعقل. أنت لو بينك وبين أحد حقد وغل، هل سوف تقول لولا البرهان لهلك فايز وأنت تكرهني؟ ما راح تقول هذا. اي والله المفروض يطرد هذا، هداه الله. طيب سني يمني لك اللاقط، بارك الله فيك. اي والله خليه منقط، الذي يقول هالك هالك هذا خليه منقط. هذول ما يعرفون قيمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أرجل منهم كلهم، من أولهم إلى آخرهم. لا نعي له فقط، أرجل منهم كلهم. اي والله، حي الله وصال.